السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار رجالة عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين. في الأول كده يا صاحبي صلي على النبي عشان أنت تاخد ثواب وأنا آخد ثواب. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة عشان تتابع كل جديد. عندي أخبار كتير أوي النهاردة يا جدعان، بس هبدأها بعلي معلول. صراحة عايز أقف عند علي معلول شوية. علي معلول سابق بكتير، سابق بكتير فعلا. علي معلول يا جدعان، علولو يا جدعان، هنقارن ارقامه باحسن باك شمال في التاريخ. مين احسن باك شمال في التاريخ؟ روبرتو كارلوس. كارلوس لعب 756 مباراة، جاب 97 هدف، عمل 126 صناعة. معلول لعب 438 مباراة، جايب 83 هدف، صانع 118 هدف. على الرغم ان كارلوس لاعب اكتر من معلول ب 318 مباراة، ان ارقام معلول قريبه جدا 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 من تعظيم ارقام كارلوس. صراحه لاعب يعني جوهره تونسيه صراحه جت النادي الاهلي، وسابق فعلا بكتير. يعني افضل باك شمال انا شفته. انا بتابع الاهلي مثلا من 96، بتابع كوره وبتاع، بتفرج على كوره. لا صراحه فرق كتير، فرق كتير عن كله، عن سيد معوض، عن جilberto، عن ناس كتير. الوحيد اللي كان ممكن يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه، بس ايه، ربنا يجعله من اهل الجنه يعني. معلول، بحييك انت فعلا، كانك انت بص من ناشئين النادي الاهلي. انت كتبت تاريخ، مش لسه، انت كتبت فعلا تاريخ كبير معانا، واحنا عمرنا ما بننسى اللي بيعمل معانا حاجه زي كده. نحبك برشا برشا والله يا معلول. في طبعا مجموعة من الأخبار التانية، ناخدهم كده واحدة واحدة بقى. الأهلي والاتحاد والزمالك وفيوتشر واللي عملوا جنش، فاهم أنت إزاي؟ والمنتخب الأولمبي والمنتخب المغربي وحصوله على الفضية. تابع معايا يا صاحبي، ما حاجات كتير قوي هتعجبك. وما تنساش يا صاحبي اللايك بتاعك يا صاحبي والاشتراك بتاعك الجميل. عايز كده الفيديو ده كده يعمل له على الأقل مثلا 2000 3 لايك يا رجالة. ويستمر قطار الاهلي بتحطيم جميع الفرق المصريه، بيفوز على الاتحاد 2-0، ويبقى فاضل نقطتين ان شاء الله ناخدهم من الزمالك ان شاء الله في ماتش 13/7، ويبقى احتفاليه يا جدعان ملهاش حل. بحيي علي معلول. علي معلول يا جدعان خلاص، مفيش باك شمال في التاريخ عمل ارقام اكتر من علي معلول غير روبرتو كارلوس، والفرق مش كبير على فكره، رغم ان كارلوس لعب مباريات اكتر. طبعا شابوه كولر مصر على طريقته. وفوائد طبعا كتير قوي في المباراه، منها ان كل اللعيبه دول ولا لاعب في الاهلي خد انذار اصفر كان هيغيب عن مباراه الزمالك. اللعيبه كلهم هيلعبوا المباراه، واختبار حقيقي بقى لاسوريو الطريقه بتاعته اللي هو بيعملها ديت، وزيزو والجو اللي فاهم انت ايه الصحوه اللي عندهم دي، عشان نشوف مباراه جامده. انا متفائل بالمباراه دي. وصلي على النبي يا صاحبي في نهايه الفيديو، واشتراك دعم لاخوك وحبيبك. الزمالك بيعمل رومنتادا على فيوتشر، بيفوز 3-2. الف مبروك للزمالك، زيزو مميز. كلامي هنا الجنش والعلي ماهر، الجولين اللي جم فيك يا جنش ما يخشوش في عيل صغير. حاسب نفسك كده، هتعرف ان انت الماتش ده حبك للزمالك اثر عليك بشهاده ناس كتير زملكاويه. نقطة تانية، علي ماهر انت راجل فاز 2-0، فاتح الملعب وبتخلي المهاجم بتاعك بتطلعه وتحط مهاجم تارجت، رغم انت عايز مهاجم سريع عشان الزمالك هيندفع. بتيجي قدامنا احنا في الاهلي تلعب الفرقة كلها تحت الكورة، جاي قدام الزمالك تهاجم وفاتح الملعب. ما طب ازاي يعني؟ مش فاهم يعني، فاهم؟ انا مش هقول لك انت مفوت الماتش، بس انت بتدير براس بطاطسايه في ماتشات الزمالك. تيجي قدامنا احنا تعمل فيها مورينيو، ترجع لي باللعيبه كلها ورا وتعتمد على كور ثابته وسرعات مرتده. صراحه بس مبروك للزمالك، راجل اسيريو مصر على الطريقه بتاعته. شكرا رجاله المنتخب الاولمبي، صراحه عملوا بطوله ولا اروع. ما حدش كان متوقع ان هم يوصلوا للنهائي، ووصلوا بالفعل للنهائي، وعملوا مباراه مع المغرب جامده جدا رغم النقص العددي ورغم فوزي لكجع ورغم كل حاجه، الا ان هم صراحه عملوا بطوله يستاهلوا عليها الشكر. شكرا مدير فني مميز.
في لعيبه طبعا كانت مميزه جدا، حمزه علاء مستقبل حراسه مرمى مصر والنادي الاهلي، حسام عبد المجيد في الدفاع الزملكاوي، مغربي ان شاء الله قريب نشوفه كان مع عبد المنعم، ابراهيم عادل برضو ان شاء الله الاهلي ان شاء الله يعرف يجيبه من بيراميدز. فرقه حلوه، نتمنى ان هم ما حدش يقول لي نضيف لهم عناصر كبيره في الاولمبياد، هم زي ما لعبوا يروحوا يلعبوا، ما حدش ياخد مجهودهم. حمزه علاء ما يلعبش عليه الشناوي، صلاح ما يلعبش على ابراهيم عادل وعلى اي واحد، حقهم من اللي تعب. من اكتر الادارات الانديه اللي بتعجبني اداره نادي انبي يا جدعان، الناس دي بتوع بترول بيعرفوا ازاي يعملوا فلوس. الفرقه دي مثلا لو حافظت بس على النجوم بتاعتها، بص التشكيله بتاعتها كانت هتبقى عامله ازاي. عندك جد حراسه المرمى، رامي صبري واسامه جلال مساكين، اكرم توفيق باك يمين، مروان داوود باك شمال. خط الوسط اللي هتلعب بثلاثه مصطفى شلبي ومجدي قفشه وحمدي فتحي. الخط الامامي شوف بقى احمد رفعت وايبوكا وكهربا، ولو عايز تضيف محمد شريف ضيف محمد شريف. بيجيبوا اللعيبه ديت بمبالغ بسيطه جدا وبيبيعوها بقى الاهلي والزمالك ومش عارف ايه وللخليج بارقام غير طبيعيه. من ضمن حتى لو رجعت ورا هتلاقي وليد سليمان كان في الفرقه دي، انت فاهم ازاي؟ وما بيصارعش هبوط ولا بتاع، وبيبقى برضه في منتصف الجدول، بيستثمروا صح. تو بترول، حتى البترول طالع يا جدعان. اشتراك بقى يا صاحبي في القناه ده انت مش متابعني.